من مده واحد بعت لي المسج دي، واظن يعني ان الموقف ده حصل معانا كلنا. الغريب ان الشخص ده انا اخر مره مكلمه من اكتر من 3 سنين تقريبا، اللي هو عامل لي لاف واخلع ما توجعليش نافوخي. الموضوع بقى منتشر قوي بينا بطريقه غريبه يعني. ادي ده النوع الاول من عته السوشيال ميديا. في نوع تاني من العته، تلاقي واحد بيتكلم على الخصوصيه وبيشتكي من عيون الناس والحقد والحسد ومش عارف ايه، وفي نفس الوقت بيشارك حياته على النت، وكل لما يكح ينزل يقول انا كحيت. النوع التالت اللي بيصوروا الاكل وينزلوه. طب ايه طيب؟ المشكله مش زي ما احنا فاكرين ان ده نقص مثلا. الحوار طلع ان كله بيقلد بعضه وخلاص. يعني لو كانت نزلت طريقه عمل صينيه البطاطس بالفراخ كنا استفدنا، لكن ايه الفايده اما الاكل ينزل على النت؟ هم تعبانين في دماغهم. النوع الرابع، عيد ميلاد خلص خلاص وكلنا التورته وفرحنا وهيصنا، بعدها بيوم بقى ألبوم صور عيد الميلاد ينزل على النت ومكتوب تحت منه احلى عيد ميلاد واحلى يوم، اخواتي اللي ما جبتهمش امي، وكميه المبالغات وليله كبيره قوي ساعات. وكما قال صلاح ابو المجد، كنت هتبقى مشغول بالاستمتاع اكتر ما انت مشغول انك تثبت للعالم انك مستمتع. هتبقى مشغول انك تنجح اكتر ما انت مشغول تثبت للعالم انك ناجح. وده بيعكس مدى التزييف اللي بيحصل على السوشيال ميديا. في اللي هيقول لك بطل كآبة يا عم وسيبهم يفرحوا، دي صور للذكرى ومش عارف ايه. ايوه ماشي، هي صور للذكرى بتاعتنا احنا مثلا، انزلها ليه؟ ما هي للذكرى لينا احنا، وده يشوف وده يرد وده يرد عليه ودي تغير من دي فتنزل هي كمان ألبومين صور ترد عليها بيه، وندخل في دوامة مش هنخلص منها. النوع الخامس وده اللي قرفان من عيشته بسبب انه اتخانق مع صاحبه فقرفنا احنا في عيشتنا وينزل بوست يتكلم عن غدر الصحاب ومفيش احلى من اعتزال الناس، وهو اصلا واخده كوبي بيست، وتاني يوم يتصالحوا مع بعض ولا كأن في حاجه حصلت. وعلى العكس بقى اللي حصلت له حاجه حلوه حتى لو صغيره، ينزل في ستوري انا فرحان يا جدعان وبوستات التفاؤل اللي بنشوفها دي. بس نيجي للحق، ده ارحم بصراحه من اللي قبله. والبنت اللي جات لها هديه من حبيبها ولا خطيبها فتصورها وتنزلها وتكتب مقاله على الصوره وهي اللي بتعيط بعد ساعه. النوع السادس، واحد منزل بوست فواحد عنده يشيره من غير ما يعمل له لايك، فيدخل يقول له يا حرام البوستات في كومنت ويشير منه بوست من غير ما يعمل لايك على اساس انه بيردها له كده يعني. النوع السابع والاخير معانا النهارده، اخت منشده لاخوها وبتقول له كل سنه وانت طيب، واجمل من تم ال 25 ومش عارف ايه، وسبحان الله هم كل يوم خلقهم في وش بعض. بس لازم نعمل زي باقي الناس بقى، اشمعنى احنا مش قليلين برضه. وطبعا في امثله كتير على العته اللي بنشوفه، بس هنكتفي بدول. سلام عليكم. يعني انا اسم حضرتك ايه؟ انا عرفت احمد النهارده يعني عرفت في الايفنت هو 10 دقايق. اخويا اللي ما جابتوش امي، ما اكيد امي ما لحقتش تجيبه في ربع ساعه. يعني في ايه يعني؟ في ايه والله؟ وصدق اللي قال العشره مش بالسنين ولا بالدقايق برضه. ما هي مش بالسنين ولا بالدقايق. بجد اخواتي اللي مش شايفين الافوره، انت بقيت متوقع حتى لو انت مش مصدق بس عقلك الباطن بيرسيف المسجز دي ان كل الناس جدعان، ان كل الناس مش هتخون، ان كل علاقه از فور ايفر افتر. فلما تيجي بقى تصطدم بالواقع تلاقي نفسك مجروح، تلاقي نفسك متضايق، تلاقي نفسك مش متقبل حد يقول لك الحقيقه. هو انت ازاي تجيب لي هديه عاديه من غير ما تصور لي، من غير ما تعمل لي في عيد ميلادي فرقيه ودخلت الاندرتيكر، وانا ليه مش عامل لي الكلام ده؟ انت ازاي تقول لي بحبك كده من غير ما يكون في خيل بلدي ومزمار وتجيب لي جوهره ترقص لي وانت بتمخطر يا جميل على الساحل؟ ليه؟ انت ليه عامل لي عيد ميلاد عادي؟ انت متخيل ليفل التضخيم اللي انت حطيت دماغك فيه؟ خلي كل حاجه بتحصل في حياتك مسخه. You can't enjoy unless you are showing off.